بيتزا مكسيكي بالدوريتوس. بابا جونز منزل 3 بيتزات من 3 دول مختلفة، الهند، اسبانيا، والمكسيك. فانا جبتهم كلهم عشان نجربهم. في عرض اسمه 3 اوفر، كانوا منزلين ال3 بيتزات ب 360 جنيه. الثلاثة الميديوم. عارف بقى كتير ما صورناش في البيت، فانا عاوز اعرف يعني انتوا بتحبوا تصوير جوه البيت ولا بره البيت ولا الاثنين ولا ايه بالظبط. خلينا نبدا باول واحدة. اسبانيا. هو ريال مدريد لسه خسران الدوري وكل حاجه، بس ماشي. بيتزا اسمها اسبانيش رانش تويست، بيتزا اسبانيه بصوص الرانش. مكوناتها رايحه ناحيه الفراخ والرانش، طبعا صوص رانش، فراخ مشويه وسوسيس فراخ او سجق فراخ، في فلفل طبعا والقصه دي كلها. ايه ده شكلها؟ بصل. بسم الله. ده شكل الفراخ بس مش كتير. سوسيس الفراخ هو اللي اكتر. سوسيس الفراخ ده طعمه حلو ومدخن كده شويه، بس مش حاسسها مختلفه كتير عن التشيكن رانش بتاع بابا جونز. ممكن البصل شويه، بس برضه هم مش حاطين بصل كتير فمش مؤثر على الطعم قوي، ودي حاجه يعني بسطاني يعني البصل مش كتير. ارشحها لك لو انت زهقت من التشيكن رانش وعاوز لمسه كده ايه يعني غير التشيكن رانش، بس هي في نفس السكه دي. خش بعد كده على البيتزا الهندي، تشيكن تندوري بيتزا. اشرحها لك ازاي. هي بيتزا بالتندوري تشيكن الهندي. بما اني قلت هندي فتوقع ان هي تبقى حاره سبايسي. بيعجبني قوي سلايس البيتزا بتاع بابا جونز، الفراخ متوزعه حلو عليه ولونها حلو، طماطم، والمفروض ان جواها صلصه. بسم الله. هي حرقه سنه بسيطه وده باين على اللون الاحمر، بس مش السبايسي الجامد يعني، عادي تقدر تاكلها عادي. بس الفراخ طعمها جامد جدا. انا ما جربتش قبل كده اكل هندي او فراخ تندوري او كده. ان شاء الله لو انتوا عاوزين نعمل حلقه عن الاكل الهندي، مش عارف انا بقول كده ليه او تقريبا بلبس نفسي، اكتبوا لي تحت في الكومنتات مثلا. لذيذه ان هي فيها سنه سبايسي كده من غير ما يحط هالبينو، لان معظم محلات البيتزا لو عاوزه تخلي لك البيتزا سبايسي ترش لك رشه هالبينو بس. عجبتني بصراحه الهندي دي، لذيذه ومختلفه عن اي طعم بيتزا انا دقته في بابا جونز او في اي محل بيتزا تاني. بس ليه العجينه كل دي فاضيه يعني؟ بيجي معاها صوص رانش. بالنسبه للعجينه دي كلها اضطر تغمسها في صوص الرانش. كنت اتمنى ان الفراخ تبقى اكتر بصراحه في البيتزا دي بالذات عشان تحس بطعمها قوي. بيتزا الهند جامده. دي اخر بيتزا معانا، بيتزا مكسيكي. بما اني قلت بقى مكسيكي فتوقع انك هتلاقي دوريتوس او ناتشوز بمعنى اصح على البيتزا. دي اكتر بيتزا شكلها مميز او شكلها مختلف عن الباقي، وغالبا هي فيها سوسيس. مش مكتوبه ان البيتزا دي سبايسي بالرغم ان المكسيك بتحب قصه السبايسي دي. فروض باربيكيو صوص وسوسيس ايطالي، مش عارف ايطالي ازاي يعني. وبس كده، بصل وفلفل اخضر، طماطم وجبنه وناتشوز دوريتوس. هو محدد ان هي دوريتوس. هتطلع طعم ايه بقى؟ ناتشوز جبنه. السلايسات اللي قدامي دي فيها كل حاجه تقريبا. بيتزا مكسيكي بالدوريتوس. في قطمه الدوريتوس. بسم الله. المفروض ان ده سوسيس ايطالي، في توابل كتير فمش حاسس بطعم لحمه قوي. وعامه قطمه البيتزا هنا مع الدوريتوس انت اصلا خايف تعورك. تفضل تحط الدوريتوس على جنب وتقطم البيتزا، وبعد كده تحط واحده دوريتوس في بقك. البيتزا دي بالذات محتاج تبلعها باي حاجه عندك عشان هي طعمها مش حاسس باي طعم فيها اصلا. يعني انا مش فاهم هي طعمها رايح ناحيه السوسيس اللي هو اصلا مش موجود كتير وملوش طعم قوي، يعني القطع حتى متقطعه مفتفته صغيره قوي، لا رايح ناحيه ايه يعني. الدوريتوس حتى انا عارف طعمه مع البيتزا مش مريحه في بقك. برضو معرفش ترافل البيتزا دي بالذات كمان كبيره قوي كده ليه، بس صوص الرانش بينفع. البيتزا المكسيكي ما عجبتنيش قوي بصراحه، يعني مش فاهم فكرتها. مش عشان هي مكسيكي نحط ناتشوز، اكيد المكسيكيين ما بياكلوش البيتزا كده. فدول الثلاث بيتزات لو هرتبهم هتبقى البيتزا الهندي، يليها الاسباني، يليها المكسيكي. عرفت بعد ما طلبت ان في بيتزا رابعه كمان منزلينها هنا، بيتزا مصري، بس ما كانتش موجوده في الصوره بتاعت التري اوفر. المفروض ان هي تقريبا بيتزا بالسجق. ان كان يعني لو حد كان جربها يا ريت يقول لي رايه فيها ايه. عرض البيتزات دي اصلا 150 جنيه الميديم، بس الثلاثه دول ب 360 جنيه. جربوا البيتزا الهندي دي بصراحه جامده. يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير، وما تنسوش لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البرومو كود دي هتاخد خصم توصيل مجاني لحد بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.